بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبنا طلبة الصف الثاني الإعدادي. معاكم أستاذ عبد الرحمن سعد الله مدرس اللغة العربية في منصة عن ذاكر أونلاين إعدادي. النهاردة إن شاء الله معانا موضوع التعبير الأول. إحنا عندنا منهجنا كله فيه موضوعين تعبير، ده الموضوع الأول فيهم وده موجود معانا في الوحدة الأولى وداخل معانا في اختبار شهر أكتوبر بعنوان كتابة مقال وصف مكان. ازاي حضرتك تكتب مقال وصف مكان؟ مستر احنا السنة اللي فاتت واخدنا مقال وصف المكان اللي هو كنت باخد وصف المدخل وبعدين وصف الوسط وبوصف الضيوف وبوصف الحالة اللي موجودة فيها وبعد كده بختم. هو يعتبر شبه الكلام ده بالظبط، بس الموضوع بقى اوسع شوية. هو اصلا يعني ايه مقال وصف مكان؟ مقال وصف مكان هو عبارة عن نص ادبي. الهدف منه ايه؟ ان انا بوصف مكان معين بطريقة معينة دقيقة، بحيث ان اللي يقرأ لو انا عايز حد يروح لهذا المكان خلاص يبقى انا هكتب له بوصف جميل جدا عشان اقنعه انه يروح يشوف المكان ده، بحيث يمكن للقارئ ان يتخيل المكان ده ويشعر باجوائه ويستشعر خصائصه او خصائصه المميزة. ده مقال وصف مكان. ان انا اوصف، رحت مثلا حديقة الحيوان وعايز اشجع زملائي ان هم يروحوا، رحت مكتبة الاسكندرية، رحت مكان مثلا حديقة من الحدائق او مؤتمر من المؤتمرات او مركز من المراكز او اي مكان رحته، عايز اشجع زملائي او عايز اوصف المكان ده لزملائي بحيث ان هم يعيشوا معايا في اجواء هذا المكان. مقال وصف مكان طبعا لما اجي اكتبه لازم اكتبه ازاي؟ في الاول بحدد المكان اللي انا عايز اوصفه بعناية مع التأكد ان معرفتك الجيدة له. لازم تكون عارف المكان ده كويس، رحته، عارف مساحته، عارف مكانه فين بالظبط، عارف مميزاته ايه، عارف ايه الحاجات الجميلة اللي فيه، بتحس فيه بايه، بتشعر فيه بايه. فانت لازم تكون محدد المكان وعارف المكان كويس. حدد الهدف من وصف المكان والانطباع الذي تريد ايصاله. مهم قوي لما تبقى انت بتكتب وانت عارف انت عايز توصل ايه للي انت بتكتب له. يعني مثلا لو المكان كان عاجبك قوي فانت عايزهم يروحوا، فانت هتفضل تتكلم بكلام جميل طيب على المكان عشان يروحوا. طب افرض كان المكان ما عجبكش وانت عايز تقول ان المكان مش حلو، فانت اكيد هتستخدم الفاظ معينة هيبان منها الهدف بتاعك ان انت مش عايزهم يروحوا وهكذا. فالهدف من وصف المكان ايه؟ انطباعك اللي انت عايز توصله للقارئ. هل هو انطباع ايجابي، مكان جميل جدا يستحق ان انا اروحه، ولا مكان او انطباع سلبي بحيث ان انا ما اروحش المكان ده اصلا؟ اجمع التفاصيل والاوصاف المتعلقة بالمكان وبعدين ارتبها. الترتيب بتاعها بقى ازاي هنعرف دلوقتي. راجع النص للتأكد. بعد ما نكتب النص هنتأكد من تسلسل الافكار ووضوح التعبير. تعال نشوف عناصر كتابة المقال. أي مقال، كلمة مقال دي معناها عنوان، مقدمة، موضوع، خاتمة، أساسي. طالما في مقال يبقى عنوان، موضوع، عنوان، مقدمة، موضوع، خاتمة. العنوان جذاب ومعبر عن طبيعة المكان. حديقة الأحلام، مكتبتي الصغيرة، متحف التاريخ، حديقة زي ما بيقول لي حديقة الأحلام، حديقة مثلا مسجد مش عارف كذا. تكتب جملة معبرة عن حبك للمكان أو عدم إعجابك بيه. المقدمة وفيها تعريف مختصر بالمكان وأهميته وسبب اختيار هذا المكان لوصفه. يعني ممكن يعني مثلا عايز تتكلم عن مكتبة الإسكندرية، تعد مكتبة الإسكندرية من أروع المكتبات وأضخم المكتبات الموجودة في العالم، فزيارتها تمكن الإنسان من معرفة مش عارف تكتب تبع عن حديقة حيوان مثلا. تعد حديقة حيوان الجيزة من أشهر وأروع وأكبر وأضخم الحدائق التي تحتمل مش عارف يعني بتعبر عن المكان، عن إحساس. جمل صغيرة بتعبر عن تعريف مختصر بالمكان وأهمية المكان اللي انت رايحه. طيب الموضوع بقى في حاجات كتير. أولا الوصف الخارجي.
يعني ايه الوصف الخارجي؟ احنا الاول كنا بنوصف المدخل وبنوصف الوسط وبنوصف الضيوف. لا، انا دلوقتي الاول هوصف المكان من بره الاول، وبعدين دي كده الاوصاف الخارجيه، موقعه فين، يقع فين. مثلا عايز اوصف شاطئ، وليكن مثلا اي شاطئ من الشواطئ، يقع هذا الشاطئ على ساحل البحر المتوسط بالقرب من كذا، يبقى انا ده الموقع بتاعه. مثلا المكتبة، تقع مكتبة الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط أو على كورنيش البحر المتوسط بالقرب من جامعة الإسكندرية، يبقى ده اسمه الموقع بتاعها. الشكل العام كبير، المكان كبير، مثلا المكان صغير، طبعا لو حافظ تفاصيل يا ريت. حافظ بقى المساحة، يقع على مساحة 40 فدان، على مساحة مش عارف 700 مش عارف ايه. طب افرض انا ما اعرفش المساحة دي، اعمل ايه؟ ما اعرفش المساحة، يبقى مثلا تقع على مساحة كبيرة من الارض، مش لازم بالتفصيل، زي ما بقول لك المساحة كمان بتكتبها. 2، الاوصاف الداخلية، التفاصيل اللي جوه، الاساس اللي جوه، التصميم وانت داخل، ايه اللي موجود، البهو الرئيسي اللي في الاول، الشاطئ وانت داخل على الشاطئ ايه اللي موجود عندك، التفاصيل اللي جوه، الميه عامله ازاي، السماء لونها عامل ازاي، ايه اللي موجود عندك، الاثاث اللي موجود في المكان. لو بتتكلم مثلا عن متحف، اللوحات والاثار والجدران والارضيات والاضاءه، كل حاجه موجوده في المكان. التصميم بتاعها، تصميم مثلا على انهي شكل، هل على شكل دائري، على شكل مربع، على شكل مستطيل، على اي شكل من الاشكال تبدا تتكلم عنه. الاوصاف الحسيه بقى، ودي مهمه جدا جدا جدا. ما تراه، اللي انت بتشوفه لما بتدخل المكان ده، ما تسمعه، الاصوات اللي انت بتسمعها، ما تشمه، ما تلمسه، ما تتذوقه لو المكان في اكل، دي اسمها الاوصاف الحسيه. اللي بتحس بيه، يعني اللي هي باستخدام الحواس، يعني اللي بتشوفه. ارى اللوحات الرائعه الفرعونيه التي تملا الجدران، استمع الى اصوات السياح الذين يظهرون اعجابهم بالاثار المصريه، اشم رائحه التاريخ المصري العظيم، اتلمس واشعر بنسمات الهواء الرقيق. ده ما تشمه، ما تسمعه، ما تلمسه. خلاص. وصف مظاهر الحركه والنشاط في المكان، يتحرك السياح ازاي، بيمشوا ازاي. يتحرك السياح ببطء، لا تسمع الا اصوات اقدامهم تسير بهدوء حول المرشدين السياحيين الذين يشرحون لهم، وهؤلاء السياح يلتقطون بعض الصور التذكاريه. يبقى انت بتستخدم الحركات، يبقى عندك في صوت، في الوان بتشوفها، الالوان الزاهيه، الالوان الصفراء، الرمال الصفراء، السماء الزرقاء، الماء الذي ينعكس عليه الوان مش عارف كذا، دي فيها الوان. وفي بقى الحركه، الامواج التي تتلاطم وتضرب الموجه والاطفال يجرون ويلقون بانفسهم في مياه البحر، يبقى انت بتستخدم الحركه في وصف مظاهر الحركة. وصف الجو العام للمكان، هل المكان هادئ، مكان صاخب، مكان مريح، هل المكان يشعرك بالفرح، الحماس، بالسكينة، كيف يؤثر المكان على زواره، بيحسسهم بإيه، إيه الأحاسيس والمشاعر اللي أنت بتحسها في المكان ده، اسمه الموضوع. طبعا هناخد تطبيق على ده دلوقتي، ولكن الأول تفهم إن احنا الأول بنحط عنوان معبر، بحط تعريف مختصر، يعتبر المكان ده من أروع الأماكن اللي فيها كذا، يعتبر هذا المكان من أجمل الأماكن اللي فيها كذا، تعتبر مش عارف هذه كذا من أفضل إيه، جملة مختصرة، جملة تعريف مختصر بالمكان وأهميته. الموضوع زي ما قلت لك بتوصفه من بره، وبعدين بتوصفه وانت داخل، وبعدين بتوصف كل حاجة فيه، التفاصيل اللي جوه، بتشوف ايه، بتسمع ايه، بتشم ايه الأحاسيس اللي انت بتحسها داخل المكان، وكمان حركة الناس اللي جوه بيعملوا ايه، اللي قاعد بياكل واللي بيشرب واللي بيلعب واللي بيجري واللي بيصرخ وهكذا. وصف الجو العام زي ما قلت لك، ده مكان مريح، مكان هادئ، مكان صاخب، مكان مش عارف مثلا هذا مكان يبعث على الهدوء والاطمئنان، هذا المكان يبعث على الحركة والنشاط وهكذا. في الآخر خالص الخاتمة، وفيها تلخيص للانطباع العام عن المكان.
تلخيص للانطباع. فمثلا فهذا الشاطئ ليس مجرد شاطئ وفقط، ولكنه مكان للاسترخاء والراحة. هذه المكتبة الرائعة ليست مكانا للكتب وفقط، ولكنها منبعا للعلم والمعرفة. هذا المتحف ليس متحفا تقليديا، وإنما هذا المتحف يعبر عن عبق التاريخ، ويعبر عن حضارة مصر التي بلغت آلاف السنين مثلا. خلاص، تترك أثرا في نفس القارئ، جملة كده في الآخر بتعبر عن عظمة هذا المكان اللي انت كنت فيه. نروح على نموذج تطبيقي. كنز مصر الحضاري الجديد، ده بنسميه ايه؟ بنسميه العنوان. تعال نروح للمقدمة. على مرمى البصر من أهرامات الجيزة يقف المتحف المصري الكبير. واخد بالك هنا بيوصف ايه؟ ده المقدمة كده، حاجة كده عامة. شامخا ليحتضن أعظم كنوز الحضارة المصرية التقليدية أو القديمة، يحكي للعالم قصة حضارتنا العظيمة، ويعد هذا المتحف منارة ثقافية تضيء طريق المستقبل بنور الماضي المجيد. مقدمة عن المتحف المصري الكبير، مقدمة صغيرة تعبر أولا، بتحدد المكان اللي انت بتوصفه، ده رقم واحد. ثانيا بتبين عظمة المكان اللي انت بتوصفه، دي في المقدمة. نروح بعد كده للأوصاف الأول الخارجية. الأول، تبلغ مساحة المتحف أكثر من 300 ألف متر مربع. يبدو المتحف من الخارج زي ما قلت لك وصف من بره كتحفة معمارية حديثة، تحيط به حدائق شاسعة تضم الكثير من النباتات والنخيل. وبعدين الأوصاف الداخلية، توصف من وانت داخل. وعند دخول المتحف يقابلك البهو العظيم الذي يأسر الأنفاس بسقفه. واخد بالك بتوصف كل حاجة فيه. عندك البهو العظيم بسقفه العالي وأعمدته الرخامية الضخمة. يضم المتحف صالات عرض داخلية متعددة، 19 معمل، تضاء القطع الأثرية بإضاءة خاصة تبرز جمالها وتفاصيلها الدقيقة، وتعكس الأرضيات المصنوعة من الرخام. زي ما قلت لك توصف كل حاجة، ماشي على إيه، على يمينك إيه، على يسارك إيه. واخد بالك الأضواء الناعمة، يبقى هنا اللي أنت بتشوفه. وتزين الجدران بلوحات جدارية تحكي تاريخ مصر عبر العصور. ده كده الأوصاف الداخلية. الحسية بقى، تنتشر في أرجاء المتحف رائحة التاريخ. يبقى هنا إيه؟ ما تشمه والتي تشهد على عظمة حضاراتنا المصرية. يسود المكان هدوء لا يزل سوى همسات، يبقى ما تسمعه، وأصوات أقدامهم الخافتة على الأرضيات. وعندما تنعكس الأضواء، ده اللي أنت بتشوفه، على القطع تشع في المكان ألوان ساحرة، ده اللي أنت بتشوفه. فاضل ايه؟ فاضل الاجواء، الجو العام. يثير المتحف المصري في نفوس زائريه مشاعر الهيبه والجلال. دي المشاعر، الاحاسيس اللي انت بتحسها في المكان، ويترك في قلب كل زائر اثرا لا ينسى من جمال التراث وعظمه حضارتنا المصريه القديمه. وبعدين عندنا وصف مظاهر الحركه والنشاط في المكان. بيقول لي وفي اروقه المتحف يتحرك الزائرون بخطى متأنية، في افعال خاصه بالحركه. يتحرك بخطى متأنية. يتوقفون طويلا أمام كل قطعة، يتأملوا تفاصيلها، يقرأوا تاريخها. يشرح المرشدون بحماس وفخر قصص الملوك، بينما يلتقط السياح الصور التذكارية بشوق ومتعة. ده وصف مظاهر الحركة والنشاط في المكان. في الآخر الخاتمة زي ما قلت لك، يعد المتحف المصري الكبير رمزا لعظمة الحضارة المصرية، ويقدم للعالم صورة مشرقة عنها. وعندما نقف في رحابه نشعر بالفخر الذي يملأ قلوبنا. ده كده عبارة عن عنوان، مقدمة، موضوع، خاتمة. جوه الموضوع وصف خارجي ووصف داخلي. بتحس بإيه؟ الصور الحسية اللي جوه وصور الحركة اللي جوه. ما العنوان الذي اختاره الكاتب لمقاله؟ طبعا كان عنوان ايه؟ كنز مصر الحضاري الجديد. وما الذي يميزه أنه عنوان جذاب. زي ما قلت لك العناوين لازم تكون عناوين جذابة، حيث يشير إلى قيمة المتحف الحضارية. سبب اختيار الكاتب لهذا المكان كي يصفه، ليه؟ أكيد المكان ده مكان عظيم، لأن المتحف يعد منارة ثقافية تضيء طريق المستقبل بنور الماضي المجيد. حدد العناصر اللي اشتمل عليها الوصف الخارجي. الوصف الخارجي كان عبارة عن ايه؟ لما هنا بيقول لي تبلغ مساحة المتحف كذا، ويبدو المتحف من الخارج كتحفة مش عارف ايه تحيط بها ايه، هتلاقي فيها مساحته اكتر من 300 ألف.
تحفة معمارية حديثة، الحدائق اللي حواليه والتي تمتلئ بالنباتات والنخيل. أشار الكاتب إلى بعض الأوصاف الحسية للمتحف، أذكر بعضها. طبعا الأوصاف الحسية، يعني حسية؟ بتشوف إيه؟ بتسمع إيه؟ بتشم إيه؟ رائحة التاريخ، بتسمع همسات الزوار، بتسمع أصوات الأقدام، بتشوف الأضواء، بتشوف الألوان الساحرة. طيب المشاعر اللي انت بتحسها، قلنا مشاعر الهيبة والجلال، هيبة وجلال ودهشة وإعجاب. ما الانطباع النهائي الذي تركه؟ ده بيكون فين؟ بيكون في الخاتمة خالص. وفي أروقة كذا كذا وتوقفون بحماس، يشرح مش عارف ايه بشوق، يقدم العالم في دهشة وإعجاب، يترك أثر لا ينسى من جمال التراث في حضارات. المتحف الكبير رمز لعظمة الحضارة المصرية زي ما قال في الآخر خالص. اقرأ المقال الآتي ثم اكتب عنوانا مناسبا. تعال هنقرأ المقال ده مع بعض ونحلله مع بعض الأول. في قلب مدينة القدس يقف صرح عظيم يحتضن قلوب المؤمنين من جميع أنحاء العالم. ايه اللي موجود في القدس؟ انا دلوقتي بدأت اشتاق ان انا عايز اعرف ايه المكان ده. يعد المسجد الأقصى المبارك. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ هنا حدد المكان اللي هو مين؟ اللي هو الأقصى، المسجد الأقصى المبارك، ثالث الحرمين الشريفين، هو أولى القبلتين، ويفوح من أرجائه عبق التاريخ وروحانية الإيمان. الجزء اللي بالأحمر ده إيه؟ ده المقدمة، ده الجزء اللي في الأول اللي هو تشويق. أولا حدد المكان، ثانيا ليه بيوصف المكان ده؟ لأنه ثالث الحرمين الشريفين لمكانته عند المسلمين في شتى بقاع العالم. وبعدين بدأ يوصف. يقع المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة بالقدس، دي الأوصاف الايه؟ خارجية. تحتضن أسواره العالية بداخلها عالما من الجمال المعماري والروحانية الخالدة، وبمجرد دخولك من أحد أبوابه ال11 كده، احنا لسه داخلين، تجد نفسك في فضاء واسع كده. دخل خلاص، بدأ يوصف المدخل من جوه. يحتوي على أكثر من 200 معلم تاريخي وأثري. تتوسط ساحته قبة الصخرة المشرفة بقبتها الذهبية، واخد بالك من الألوان المتألقة، بينما يقف في الجهة الجنوبية المسجد القبلي بقبته الرصاصية الهادئة. يبقى هنا في ألوان. يتردد صوت الأذان في أصوات عبر الأرجاء 5 مرات يوميا، ويملأ القلوب طمأنينة في أحاسيس، والأرواح سكينة تتحرك، يبقى في هنا حركة ونشاط. أقدام المصلين في خشوع على أرضية الحجر المصقول، بينما تعانق أصوات يبقى فينا ما تسمعه برضو التسبيح والتهليل، نسمات الهواء العليل ما تحسه. والمسجد الأقصى ليس مجرد مكان للعبادة، دي الخاتمة بتاعتنا، بل هو صرح عظيم يقف شاهدا على تاريخ الأمة الإسلامية العريق. إنه المكان الذي يربط الأرض بالسماء والحاضر بالماضي المجيد، وسيبقى دائما منارة للهداية والعلم. ممكن أكتب إيه العنوان؟ ممكن أكتب نظرة إلى المسجد الأقصى، تعريف بالمسجد الأقصى، رحلة إلى المسجد الأقصى، رحلة روحانية إلى المسجد الأقصى. اقرأ المقال ثم اكتب مقدمة. جايب لي مقال بعنوان جنة الحيوانات في قلب الجيزة. اتكلم هنا عن ايه؟ تمتد حديقة الحيوان بالجيزة. يبقى هنا بيتكلم عن حديقة الحيوان بالجيزة. جايب لي ايه بقى؟ على ان تتضمن تعريفا موجزا بالمكان، جملة تجذب الانتباه، وسبب اختيار هذا المكان. ممكن اكتب ايه عن حديقة حيوان الجيزة؟ مستر انا ما رحتهاش فما اعرفش عنها حاجة. ممكن اكتب ايه؟ بص، انت هتكتب هي حديقة الحيوانات بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها حيوانات، واحنا نسمع ان حديقة حيوانات الجيزة من اكبر حدائق الحيوان الموجودة في العالم، ففيها عدد كبير جدا جدا، بلاش في العالم، هنقول في افريقيا، في الشرق الاوسط، فيها حيوانات كتير جدا، عددها انا معرفوش بس عددها اكيد بالالاف. فيها نباتات نادرة اكيد، صح كده؟ يبقى انا هستخدم ده كله فين؟ في المقدمة بتاعتي. فهقول ايه؟ تعد حديقة الحيوان بالجيزة واحدة من اقدم واكبر حدائق الحيوان في الشرق الاوسط وافريقيا، فهي ملاذ للحياة البرية ومقصد للتعلم والترفيه. عايز تتعلم روح، عايز ترفع عن نفسك روح اتفسح. حيث تتميز الحديقة بايه؟ بمساحتها الواسعة، لان معروف عنها ان هي كبيرة جدا، واحتواها على الالاف من الحيوانات والطيور
والزواحف إلى جانب نباتات نادرة، مما يجعلها وجهة فريدة لاستكشاف الطبيعة والتاريخ. مقدمة بتتكلم فيها عن هي مساحتها واسعة جدا، جميلة جدا، عريقة، قديمة، كبيرة، ضخمة، مليانة حيوانات ومليانة نباتات ومليانة حاجات نادرة. اقرأ مقال وصف دير سانت كاترين، ثم اكتب بأسلوبك وصفا خارجيا. طب أنا ما أعرفش، لا هو جايب لك بداخله برج الأجراس، يحيط به الجبال الشاهقة، البساتين الصغيرة من حوله، صخور الجرانيت المنتشرة. بيقول لي في أعماق شبه جزيرة سيناء يقع دير سانت كاترين على سفوح جبل سيناء، ويحمل هذا المكان قدسية وتاريخ عريق يمتد لأكثر من 1500 عام. يبقى أنا كده فهمت إن هو موجود فين؟ على سفوح جبل سيناء، يحمل قدسية تمام، وإن هو جواه برج أجراس وجواه كذا. ممكن نكتب يعني هوصف دول، هقول إيه؟ يقع دير سانت كاترين فين؟ على سفوح جبل سيناء. هو قايلها لي أصلا على سفوح جبل سيناء. هو بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي يحيط به الجبال، وهو محاط بالجبال الشاهقة ويتميز به. هو بيقول لي في برج الأجراس في بساتين، في صخور. تتميز جدران الدير بلونها الذهبي، يحيط بالدير بساتين صغيرة كما تنتشر في أرجائه صخور الجرانيت، ويوجد داخل الدير برج للأجراس. خلاص، ده كده بنقول دي ايه؟ ده وصف. اقرأ مقال ده وصف خارجي فقط. ليه؟ المقال كله. اقرأ مقال وصف مكتبة الإسكندرية، ثم اكتب وصفا داخليا. جايب لي ايه بقى؟ هو انا طبعا ما اعرفش ايه المسميات، فجاب لي باه واسع، يعني مكان واسع جدا في المدخل، سقف عالي مغطى بقبة زجاجية، 8 قاعات للقراءة، طاولات خشبية، طبعا القاعات هيبقى الطاولات جوه القاعات، كراسي جوه القاعات، أجهزة حاسوب حديثة أكيد جوه القاعات، قاعة كتب نادرة، وقاعة مؤتمرات، ومناطق استراحة للزائرين. ممكن أكتب إيه؟ هكتب مثلا عند دخول المكتبة يجد الزائر نفسه فين؟ في بهو واسع يعلوه سقف عالي مغطى بقبة زجاجية، مما يسمح للضوء الطبيعي بالتدفق إلى الداخل وخلق جو من الراحة والهدوء. وبعدين أبدأ أقول هي جواها إيه بقى؟ تضم المكتبة، بيقول لي في 8 قاعات، 8 قاعات للقراءة. جواها إيه؟ مجهزة بطاولات خشبية زي ما هو قايل، وكراسي مريحة، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب حديثة لمساعدة الباحثين والطلاب، كما يوجد بها قاعة للكتب النادرة وقاعة للمؤتمرات، مما يجعلها مركزا ثقافيا وعلميا متكاملا. كمان تتوفر أيضا مناطق استراحة للزائرين، مما يوفر بيئة مثالية للقراءة والتعلم. يبقى أنا استخدمت الكلمات اللي هو عاطيها لي في إن أنا أوصف الداخل بتاع الوصف الداخلي بتاع الإيه؟ بتاع المكتبة. نروح على اقرأ مقال وصف واحد سيوة، ثم اكتب فقرة عن الأوصاف الحسية، يعني اللي انت بتشوفه بتسمعه. عندك رائحة النخيل المختلطة بالتمر، يبقى فيه ما تشمه، رائحة المياه الكبريتية، أصوات حفيف أوراق النخيل وخرير، ده صوت المية يعني، أصوات العصافير، أصوات الضفادع، أشجار النخيل الخضراء، يبقى دي ألوان، رمال ذهبية، مياه زرقاء، رمال ناعمة. ممكن أكتب عنها إيه؟ وانت هناك هتشم رائحة النخيل المختلطة بالتمر الناضج، وكمان هتشم رائحة المياه الكبريتية، صح؟ بس كيف نصوغ هذه العبارات؟ بص يا سيدي، تتميز واحد سيوة بجمالها الطبيعي، فيمكن لزائرها أن يستمتع فيها بإيه؟ برائحة النخيل التي تمتزج مع عبق التمر الناضج، بالإضافة إلى رائحة المياه الكبريتية الدافئة من العيون الطبيعية، وتملأ هدوء المكان أو يمتلئ المكان بأصوات حفيف أوراق النخيل، اللي هو حركة الأوراق بتاعت الأشجار لما بتخبط في بعضها، وخرير المياه الهادئ، زقزقة العصافير، صوت الضفادع، تتعدد الألوان في الواحة، تنتشر أشجار النخيل الخضراء، رمال ذهبية بتحيط بها مع المياه الزرقاء الصافية في بحيرتها، وتعرف الواحة برمالها الناعمة، ما يجعلها ملاذا للهدوء والاسترخاء. دي كده إيه؟ ده كده الأوصاف الحسية الموجودة في المكان. استخدمت الكلمات في الأوصاف الحسية. اقرأ وصف قلعة صلاح الدين، وبعدين اكتب ايه؟ خاتمة مناسبة له. بعد ما اقرأ ده كله هتلاقي فيها ايه؟ بس بيقول لي ايه بقى؟ الانطباع العام عن القلعة. قلعة صلاح الدين اكيد مش اي قلعة، اكيد بتحكي التاريخ،
بتحكي الحضارة، بتحكي أحداث كتير جدا جدا حدثت في هذا المكان مر على مدار السنين. انت لو قريت هتلاقي مليانة أسلحة، مليانة مخطوطات، مليانة تتميز مرات داخلية، أقواس حجرية، نقوش إسلامية، فيها ألوان جميلة، فيها أشعة شمس، فيها حاجات كتير جدا داخل هذا المكان. وإيه المشاعر اللي بتحس بيها؟ قلعة صلاح الدين ليست مجرد بناء أثري عابر، زي لما تيجي هتتكلم على مثلا حديقة الحيوان في الجيزة، إن حديقة الحيوان بالجيزة ليست مجرد حديقة حيوان. إن لما تيجي تتكلم عن مكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية ليست مجرد مكتبة، وهكذا. يبقى أنا ده ممكن يكون بالنسبة لي مدخل إن أنا أختم بيه. ليست مكانا للقراءة فقط، ولكنها مكانا لكذا. ليست قلعة عادية، ولكنها سجل يحكي قصة حضارة عريقة ورمز شامخ لصمود التاريخ الإسلامي. تترك زيارة القلعة في النفس، ما هو بيقول لي عايز المشاعر اللي أنت بتحس بيها، وممكن يقولها لي في أي مكان، أو أنا اللي لازم أعبر عنه. في النفس انطباعا عميقا من الإعجاب بقوة العمارة وهيبتها، وتولد شعورا بالفخر بالتراث العربي الأصيل. بينما يتجول المرء في أروقتها، تختلط مشاعر الدهشة بعظمة المكان بالسكينة بالروحانية التي تنبعث من مساجدها العريقة، في تجربة لا تنسى تعيد ربط الحاضر بالماضي المجيد. ده كده مقال وصف المكان. نرجو أن نكون قد وفقنا في تبسيط هذا المقال. الموضوع بسيط جدا، أنا عندي لازم أحدد المكان وأكون عارفه، ولو مش عارفه أتخيله، ماشي، لأن ممكن يطلب مني مكان أنا ما رحتوش، هوصفه إزاي؟ هتخيله، أتخيل إيه المكان ده، وبعدين أبدأ أوصف. أحط الأول عنوان، بعدين عندي مقدمة، بعدين عندي الموضوع أسرد فيها كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها، سواء كان الوصف الخارجي أو الوصف الداخلي. وبعدين بتحس بإيه، بتسمع إيه، بتشوف إيه، الانطباع اللي أنت بتحسه فيه المكان. وبعدين بختم بكلمة عامة كده معبرة عن إحساسك بهذا المكان. وممكن في النهاية كمان تكون دعوة للقارئ إن هو يروح للمكان اللي أنت زرته. نتمنى أن نكون قد وفقنا. نراكم على خير في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.